بس بص، عايز اقول لك ان انا من موقعي هذا بقول لك مفيش مطعم يوحد ربنا بيعمل طرب عدل. انا متحمل ده، وانا عارف انا بقول لك ايه. عشان كده هنعمل سلسله احسن طرب في مصر، والنهارده معانا شويه مطاعم. بس عايز اقول لك حاجه صغيره، الطرب ما بيتاكلش في البيت. اللي يقول لك الطرب بيتاكل في البيت ضحك عليك، الطرب بيتاكل في المطعم. اخيرا الطرب وصل. احنا اول مطعم معانا دلوقتي الدهان. فتعالى يا باشا كده بقى، قرب 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 قرب. 4 صوابع، احنا طلبنا ربع. 4 صوابع بس. يعني انا شكله كده، يعني شكله كده. احنا هنوزن الاول يا مصور، احنا جايبين الميزان بتاعنا. لا مؤاخذه، احنا جايين بميزاننا. هو انا طالب ربع، بس هنشوف على الميزان قد ايه. هو بص كده يا مصور، طبق هنشغل، هنحط الطبق ونصفر. انا مش شايف بقى، فانت هتوليني صفر. عندك صفر، انت هتوريني. انا مش شايف حرفيا. ادي اول صباع، تاني صباع، تالت صباع. في ناس بتقول لك على الصباع صوبع، رابع صباع. كام مصور بالظبط بالجرامات؟ 225. يا جدع يا جد حرام، الضرب ده كتير والله. الضرب ده سبب اسري. لا 258. 258 يعني ربع كيلو بالظبط. يعني ربع كيلو كده بعد الشوي كمان. فلا لذيذ لذيذ لذيذ. يعني ربع كيلو قبل الشوي زي بعد الشوي، حلو. انا كنت فاكره بيوزن بعد الشوي. فاحنا نرجع تاني الحاجه عشان المصور ما يزعلش. قرب بقى كده مصور، ناخد. بص هو المنديل يعني انتوا شايفين ايه؟ يعني هو احلى حاجه في الطرب ان المنديل بتاعه يبقى خفيف مش تخين، فاهمني؟ بحيث ان انت تاكل حته الطربايه كده بنقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. لا دهن كتير قوي. فده شكل المنديل. انا ما اعرفش هل بالنسبه لكم ده كده تخين ولا لا، بس هو حلو. يعني الدنيا حلوه، فكره الوزن نفسه. بس انا حاسس المنديل يعني كان المفروض يبقى اخف من كده شويه مصور. يعني بص عامل ازاي. انا ما بحبش المنديل الكبير اللي في الطرب بالمنظر ده. يعني انا بحب المنديل ده الرفيع، ما بحبش التخين. انت بتحبه، انت حاجه ترجع لك. فتعال نخش في الطحينه. ميزه بقى هنا، طبق الطحينه بينزل لك فور فري مع الاوردر. يعني تطلب ربع طرب مثلا ينزل لك طبق سلطه، طلبت نص ينزل لك 2 وهكذا. فقرب كده مصور. احنا ماشيين واحده واحده، ولسه في مطاعم تانية كتير. فهقول لك الخلاصه في الاخر. يلا بينا على المطعم التاني يا مصور. يلا 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 يلا. تاني مطعم معانا حواوشي الربيع. لو فاكر ان الربيع بيعمل حواوشي بس تبقى غلطان، بيعمل مشويات. فطلع الميزان. حد شايفني؟ ميزاننا. بص يا مصور، صفر 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 صفر. ها مدي كام؟ صفر. يلا هم 4 صوابع برضو. ادي 1 2. طيب 225. يعني بص هو ربع، هو فاضل 25 جرام بس. هو كده كده في العادي المشويات بتتوزن قبل الشوي مش بعد الشوي، فتمام. بص هو بينزل لك السلطات كده مع الاكل، يعني مع الاوردر، غير السعر اللي انت بتشوفه في المنيو هو اللي بتحاسب عليه. فدي حاجه لذيذه، يعني مفيش خدمه مفيش ضريبه الكلام ده. في بقى صاله جوه مكيفه، بس المشكله لقيتها كومبليت وقال لك ويتنج ليست ساعه. باشا انا مش هقف ساعه النهارده. قرب بقى كده مصور. هل في فرق في المنديل عن المطعم التاني ولا مفيش؟ بص 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 بص, بص يا مصور، حاسس بفرق عن المطعم التاني؟ ايه انت شايف ايه يا مصور؟ طب اقطع بسم الله. ايه الكلام؟ في منديل كبير؟ طب في ايه؟ اوبا ايه ده؟ ايه ده ايه اللي نزل ده؟ فتعال نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. كل مطعم هروح اجمل لحظه بحبها، لان هي تجربه مستقله. فتعال نخش. عاجبني ان المنديل رفيع، وركز كده في لون اللحمه، ولون اللحمه في المطعم اللي فات باينه مصور عندك الفرق. فخش كده 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 بالطحينه. انا صراحه عجبني. بس احنا مش هنحكم دلوقتي، لسه المطعم اللي بعده برضه هنشوف الدنيا عامله ازاي. احنا ماشيين واحده واحده.
عشان ما نحكمش على حد ويطلع التاني احلى. يعني الخلاصه في الاخر البحث عن احسن طرب في مصر. فيلا بينا على المطعم اللي بعده يا مصور. يلا نطلع. تالت مطعم معانا المحمدي في البحث عن احسن طرب في مصر. تعالى بقى كده، انا مش عارف ايه اللي جوه. قرب يا مصور. تعالى. اوبا، ده ربع ده ولا ايه؟ ايه ده كتير قوي. ده كتير يعني. لا طيب معلش مصور، معانا الميزان بتاعنا لا مؤاخذة، احنا نوزن. ف قرب كده، تعالى بص كده، الميزان متصفر باين عندك. تعالى بقى نحط الطرب. 1. انا بقول لهم الكمية كتير، قالوا لي هو ربع بينزل كده. 345 جرام. اطلع لي فوق 345 جرام. يعني ازيد من ربع، انا طالب ربع. فانا معرفش بقى هما بيوزنوا امتى، ده كده ولا بيوزنوا قبل الشوي ولا بعد الشوي. بس هنجرب، هنشوف الطعم. قرب كده نشوف الحلوه دي. المنديل لذيذ، يعني هو المنديل لذيذ، بس في حته هنا كده فيها المنديل ايه، القفله تخين شويه. بص ظاهر عندك حاجه، جعت. فتعالى ندوق نقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. حلو. بس بص، المنديل انا ما بحبش المنديل التخين ده، بس كطعم لحمه وطرب على وضعه يكفي الكميه اساسا. بس انا مش من هواة المنديل التخين، فاهمني؟ بص كده مصور. بس الطرب يتاكل ازاي بقى؟ الطربايه الحلوه دي كده، تمسك ده كده، قرب. الطحينه هنا انت تطلبها، يعني مفيش سلطات بتنزل. هو الويلكم اللي احنا شفناه، كل الويلكم ده بينزل فور فري مع اي اوردر، يعني اول لما بتخش. نشوف اللي بعده. يلا نطلع. 1 2 هوب. عايز اقول لكم ان انا النهارده في الفيديو كان المفروض يبقى 5 مطاعم، في مطعمين على وصل الدشور انا ما دخلتهمش في الفيديو نهائي، خفت عليهم بصراحه، يعني الموضوع ما كانش احسن حاجه. فانا هقول لك الخلاصه، احسن طرب بالنسبه لي، يعني لو هروح اكل من عنده تاني الربيع، وبعديه على طول ممكن يبقى الدهان، واخر واحد المحمدي نسبه الدهن عاليه، واللحمه اللي جوه تتبيلها ضعيف، يعني حاجه بسيطه خالص. ده من وجهه نظري. هل كلهم وحشين؟ كلهم 100 100، بس انا بالنسبه لي لو هروح كسعر كطعم الربيع 100 100. اشوفكم فيديو جديد. كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاكل كعميل مش كفود بلوجر. سلام.